بيان إلى الرأي العام: إن من حق الشعوب في أي مكان من العالم العيش بحرية وكرامة وأمن وسلام، بعيدا عن الحروب والدمار والقتل والتهجير، في ظل نظام يسوده العدل والمساواة، بعيدا عن الاستبداد والدكتاتورية وسلب حقوق الآخرين واغتصاب أراضيهم، وأن يدافع عن وطنه في وجه أي عدوان أو مطامع في احتلال أي شبر من أراضيه. ومن هنا انطلقت مقاومة مدينة الصمود كوباني، فهي أصحاب الأرض والإرادة الحرة، هي الركيزة الأساسية التي بنيت عليها المقاومة، التي لا تعرف الخضوع أو الانكسار، وهي سر قوتها. وتجلى ذلك واضحا للعالم أجمع من خلال التصدي لأشرس تنظيم إرهابي عرفته البشرية في العصر الحديث، وهو تنظيم داعش الإرهابي المدعوم من قبل دولة الاحتلال التركي، الذي قدم لها كل التسهيلات والدعم اللازم بالعدة والعتاد وفي خضم المعارك التي كانت دائرة في المدينة وشراسة المقاومة، وكانت السبب في توجه أنظار العالم نحو الصمود الأسطوري والمقاومة البطولية التي أبدتها القوات المدافعة عن المدينة. ومن هنا انطلقت النداءات والمطالبات بدعم صمود المقاومة في كوباني، وتم إعلان الأول من تشرين الثاني من عام 2014 اليوم العالمي للتضامن مع كوباني، وبفضل إرادة القوات وعزيمة الأبطال، وفي نهاية المطاف خضع وانكسر وهزم بفضل الإصرار والعزيمة والإرادة الحرة، وتبددت كل أحلام التي كانت تسعى لإنهاء النظام الديمقراطي الذي يحفظ ويصون حقوق جميع المكونات. هذه المقاومة التي كانت بقيادة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وبمشاركة أبناء الشعب من كافة الفئات، أصبحت رمزا حقيقيا للمقاومة في العالم، وكتبت بحروف من نور تاريخ شعب بذل الغالي والنفيس دفاعا عن أرضه وحقوقه بالعيش بحرية وكرامة، وعلى استعداد دائم للتضحية بل والفناء في سبيل أن تنعم الشعوب بسلام. وضحت مقاومة كوباني منبعا ومصدرا لكل البطولات والمقاومة التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا تباعا على مر السنوات الماضية، من مقاومة العصر في عفرين مرورا بتل أبيض ورأس العين ونهاية المطاف الباغوز، حيث كانت النهاية والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، وإعلان نصر الشعوب المتعطشة لنيل الحرية. وأننا في هذا اليوم العالمي للتضامن مع كوباني، إذ نستذكر البطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المدافعة عن مدينة كوباني، ونحيي صمودهم وإرادتهم الحرة، وننحني احتراما لمن بذلوه وأرواحهم رخيصة فداء للأرض في سبيل الحرية والكرامة في كوباني وكل مناطق شمال وشرق سوريا، ولكل قطرة دم سالت على هذه الأرض. ومن هذا المقام نعاهد عوائل الشهداء وأبناء شعبنا أننا ماضون في درب المقاومة، ولن نستكين أو نستسلم مهما عصفت بنا رياح المتآمرين الطامعين في النيل من عزيمتنا وإرادتنا واحتلال أراضينا وإفشال مشروعنا. ولنا في المقاومة كوباني وباقي المقاومات التي قامت في مناطق شمال وشرق سوريا قدوة ومثالا يحتذى به لتحقيق هدفنا في بناء مجتمع ونظام ديمقراطي يقوده أصحاب الفكر والإرادة الحرة. الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة 1/11/2022.